السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا 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 جدا، بجد افتقدتكم قوي. ان شاء الله هحاول بقدر الامكان الفترة اللي جاية ما تأخرش عليكم، ويلا بينا نشوف احلى طريقة للكبدة الاسكندراني. الكبدة الاسكندراني اللي على اصولها فعلا هتاكلوها وتدعولي، بس جربوها بالطريقة اللي احنا هنعملها مع بعض، وخلوكم معايا عشان تشوفوا كل التريكات وكل الخبايا بتاعت الكبدة الاسكندراني وازاي تطلعوها 10 على 10. ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجه انا معايا هنا كيلو كبده متقطع. طبعا انت بتروحي تجيبي الكبده اللي عايزاها كبده اسكندراني، يعني شرايح رفيعه وصغيره. وهنحط بقى راس توم كده مفرومه، بس مش مفرومه كبه ان هي اتقطعت، لا انا عايزاها يعني ناعمه زي البوريه كده، كريمي، توم كريمي. وهندقي معاها كم قرن فلفل حامي على حسب طبعا الرغبه بتاعت حضرتك، بس كل ما هتزودي في الفلفل كل ما هيديك الطعم احلى. نزلت عليهم بمعلقتين صغيرين من الكمون الناعم، ونص معلقه كزبره، ومعلقه من الملح. طبعا كميه الملح بسيطه، انا مش عايزه املحها تمليح 100%، علشان خاطر ما تنزلش كل السوائل وتبقى ناشفه وتقعد معايا في الاكل وما تبقاش حلوه. دي تركايه من التركات اللي هتخلي لك الكبده طريه وفيها سوائل ومحترمه جدا. ونزلت معاهم بمعلقه 3 معالق من الخل، وقلبت بقى المكونات دي كلها مع بعض، واخدت جزء الخلطه دي نزلته على الكبده، وهنقلب الكبده بتاعتنا ونسيبها تتبل. والجزء التاني هنشيله على جنب عشان هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. وفاصل ويلا بينا. ورجعنا من الفاصل بسرعه، وهنبتدي بقى طاسه كده او بوله غويطه، وهنحط فيها شويه زيت محترمين، وهننزل بنص التومه اللي احنا سايبينها، لان انا الكبده هسويها على مرتين. الكيلو منزلش بيه مره واحده، وتبقى الحاجه اللي انا بسوي فيها اذا كانت الطاسه او البوله اللي انا بعمل فيها صغيره هتتهرى مني ومش هتبقى حلوه. عايزين حاجه واسعه ونص الكميه تنزل ونرجع بالنص التاني. هنزل بنص التومه اللي انا شايلاها، ويدوبك تشويحه خفيفه ان انا اشم ريحه التومه ما تتحمرش. اوعي تحمريها، هتتحمر هتمرر معاكي مش هتبقى حلوه. وهنزل ببقيه جزء من الفلفل اللي انا مقطعاه، وجزء من الكبده. وبعدين يعني نص الكميه اللي انت من كل حاجه شايلاها، فلفل والخلطه الثوم والكبده، نص ونص نص في الطاسه، ويتحطوا ويتقلبوا مع بعض كده لما ياخدوا الصدمه، يعني الكبده تاخد الصدمه على النار. واقلبها كده تقلبتين. الكبده كمان ما تتقلبش كتير يا جماعه عشان ما تتهراش برضو. وهنزل عليها بمعلقه خل كمان وهي على النار، دي مهمه جدا. هتشمي احلى ريحه للكبده، تبقى خرافه خرافه خرافه. وهديها كمان تقلبتين، وهسيبها شويه تاخد برضو ريحتها على النار. الكبده ما بتغيبش في السوا، كبرها 5 دقايق على النار وبتكون استوت تمام. وبعدين هرجع اشوفها تاني، اعمل عليها تيست وهدوقها اذا كانت محتاجه ملح ولا لا. لو محتاجه ملح هرشديها رشه ملح صغيره، واخليها بس تقعد يا دوبك كده دقيقه على النار، وهطفي عليها. لو مش محتاجه ملح يبقى مش هضيف لها حاجه تاني خلاص، وهسيبها علشان انا عايزاه اخد حته كبده تبقى طريه معايا ومحتفظه بالسوائل بتاعتها ما تنشفش. خلاص كده الكبده بكتيرها هتقعد 5 دقايق على النار، مش هتغيب عن كده يا جماعه، علشان ما تقعدش معاكي في الاكل مش هتبقى حلوه. خلصنا الكبده بتاعتنا، هنعمل بقى احلى سندوتشات. وتحط لها بقى شويه طماطم، ويا سلام لو شويه طحينه كده على الوش. وعايزه اقول لك بالنسبه لليمون، الناس تحط الليمون وهي لسه نيه، اكبر غلط. الليمون يتحط بعد الكبده ما تستوي، علشان وهي على النار ممكن يديها سنه مراره مش هتبقى حلوه. ده كان طبق النهارده، اتمنى تجربوه وتقولوا رايكم فيه. ما تنسونيش في اللايك والشير، واكتبوا لي كومنت جميل.